والست لما بتتحمل فوق طاقتها أجرك الله بتبقى واحدة تانية، فانت معرفتش تحتويها. انت كان كل اللي همك او اللي انت شايفه ان انت اتجوزت عشان خاطر وليكن بقى انت مقتدر، او مثلا شايف ان الانسانة اللي انت خدتها دي هتعوضك بحاجة تانية، ولكن انت ما سألتش نفسك العيب في مين. ازيكم؟ انا لما اتجوزت الزوجة التانية لقيت الزوجة الاولانية بتهتم بيا اهتمام فوق العادي، بقت تهتم بيا لدرجة ان انا بيحصل مني اي حاجة بتتلاشاها وبتعدي الامور. يعني لو كان بيبقى فيه اي مشكلة بتحاول تلم الموضوع وكان فيه اهتمام رهيب. بس من بعد 3 شهور جواز لقيتها ما بقتش حاسة بيا، يعني ما بقتش زي الاول. كنت مثلا اجي اول ما بفتح باب الشقة كانت بتيجي تجري عليا وتحضني، دلوقتي اول ما بخش من باب الشقة بتنفض لي ولا كأني اصلا جيت. كانت الاول لما بتجيب لي الاكل كانت تحطهولي، كانت تفضل تستناني لحد ما اخلص اكل عشان خاطر تسألني ايه رأيك في الاكل، حتى لو كانت عاملة الاكل مرتين ورا بعض كانت دايما تسألني. دلوقتي بقت تحطلي الاكل وتسيبني وتمشي. قلت في مرة اغير الاجواء واشوف كده واجيب لها معايا ورد من اللي بتحبه، رحت جايب لها ورد واديتهولها ولا كان فارق معاها حاجة، وخدته وكبرت دماغها. لقيته تاني يوم مرمي في الزبالة قدام العمارة. اتضايقت قوي منها، ولما طلعت لها فوق واجهتها حسيتها ان هي عايزة تنجز معايا كلام وخلاص، مش فارق بقى ايه مين الغلطان او مش مين الغلطان. انا مش عارف الصراحة هي بتعمل كده ليه، مش فاهم. هي اتغيرت لدرجة ان انا ما بقتش فارق معاها خالص. يعني انا في مرة تعمدت ان انا ما اروحلهاش في الايام بتاعتها، كانت في المعتاد لما بتأخر عليها كانت تبعت لي رسائل زي الاول، ودلوقتي ما بقتش تبعت. يا ترى هي اتغيرت ليه؟ يعني ايه اللي حصل عشان خاطر يتغير؟ فانا قلت ابعت لحضرتك على اللينك الصراحة ده عشان حضرتك تفيدني، والناس اللي عندك تفيدني تقول لي اتصرف ازاي معاها، واقدر اعرف ازاي منها هي اتغيرت كده ليه. خليني في البداية افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ما تنساش تقول رأيك وتشير الفيديو وتعمل لايك. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت مستني منها ايه؟ يعني بص، هو حقك ان انت تتجوز مرة تانية ومرة تالتة، ولكن هي شافت ان ممكن يكون كان الغلط منها واتغيرت. انت بتقول ان هي قعدت 3 شهور بتعمل حاجات، او انت بتقول ان ده العادي بتاعها، ان هي لما بتيجي اول ما بتيجي بتاخدك بالحضن وبتتكلم معاك وبتناقشك، ولو انت قاعد لوحدك بتسألك انت قاعد لوحدك ليه. انت بقى ما سألتش نفسك انت ما اتغيرتش عشانها ليه؟ هي عملت كذا حاجة واتغيرت وعملت حاجات انت نفسك بتقول ان هي ما بقتش تعملها. انت بقى ما سألتش نفسك مش ممكن يكون الغلط فيك انت؟ يعني واحدة رضيت بشرع ربنا ان انت اتجوزت واتحملت، والست لما بتتحمل فوق طاقتها أجرك الله بتبقى واحدة تانية، فانت معرفتش تحتويها. انت كان كل اللي همك او اللي انت شايفه ان انت اتجوزت عشان خاطر وليكن بقى انت مقتدر، او مثلا شايف ان الانسانة اللي انت خدتها دي هتعوضك بحاجة تانية، ولكن انت ما سألتش نفسك العيب في مين. جايز يكون منك انت، وانت بنفسك بتقول ان هي ده المعتاد بتاعها. يعني انت هي ما عملتش حاجة غريبة او اتغيرت، هي اتغيرت بس لما لقيتك انت ما فيش اهتمام، بقى الاهتمام منها هي، ولكن انت مقصر معاها. مقصر في ايه ده بقى انت اكتر واحد هتعرفه، اكيد مش انا اللي هعرفه ولا الناس اللي هتعرفه. ولكن انت كان من المفروض ان انت لازم تسأل نفسك وتدور وتشوف ايه الحاجات الغلط، وتقعد تتكلم معاها وتناقشها وتعرف ايه المشكلة. ولكن انا عايز اقول لك نقطة، ان انت طالما اتجوزت 2 لازم تعدل ما بينهم. ما تقولش ان انا تعمدت ان انا ما اروح لهاش في الايام بتاعتها عشان خاطر هي تكلمني، فلا ربنا هيحاسبك طبعا. النهاية عشان خاطر ما نخشش في قصص، لازم تسأل نفسك انت الاول غلطان في ايه عشان خاطر تقدر تصلحه من نفسك، وبعد كده تشوف مالها، تشوفها هي اتغيرت ليه. يا اما تقعد وتسألها وتتكلم معاها وتناقشها وتقول لها بمنتهى الوضوح انت ايه اللي انت شايفاه فيا غلط عشان خاطر اغيره. عاملهم بالاحسان عشان خاطر ربنا هيسألك عليهم. انا ولا ضد ان انت عايز تتجوز، ولا في نفس الوقت شايف اللي انت بتعمله ده صح. راجع نفسك كده وقلب امورك عشان خاطر تقدر توصل للنتيجة الصح، عشان خاطر ما تلاقيش
الموضوع بقى أسوأ وتخش في حاجات أنت في غنى عنها، وأكيد الناس طبعًا أكيد ليها رأي وأنا باتابع كل الcomment بتاع الناس.